بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأفاضل الحضور، نرحب بكم جميعا في مجلسكم مجلس عائلة الدوي، وباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ والمستشار المحامي فريد غازي رفيع. وفريد غازي للأمانة شخص يعني أنا أخجل من أن أنا أقدم سيرته، فأنا تلميذ من تلاميذته، فأنا كنت محامي متدرب عند الأستاذ فريد، فهو من عليه لا فضل عليه كبير يعني في سنة هذه من 24 سنة. فأستاذ فريد غني عن التعريف، وهو علم من أعلام المحاماة في البحرين، وله العديد من الأنشطة في المجالس والأندية الأهلية. قدم العديد من المواد التثقيفية القانونية والحقوقية. أيضا هو نائب سابق، كسب عضوية مجلس النواب في أول مجلس من 2002 إلى 2006، وكانت المرحلة التأسيسية في العملية التشريعية في البحرين. وبحسب يعني كما تعلمون أن التأسيس دائما هو الأصعب، لا توجد خبرات في المجلس أو العمل السياسي التشريعي والرقابي، ولكن كان من أحد أفضل المجالس في ذاك الزمان. لا أطيل عليكم، اليوم موضوعنا موضوع هام جدا، وهو الصلاحيات الدستورية للمجالس البرلمانية، وهو موضوع جدا جدا مهم، وسوف يتناوله أستاذنا بعلمه وتجربته، فليتفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب المجلس أبو أحمد لإتاحة هذه الفرصة لي، ولابننا أحمد الدوي على هذا التقديم الراقي والجميل، وللأخوة والأخوات الحضور لمناقشة موضوع الساعة. هو حقيقة عنوان الندوة صالح في مملكة البحرين في كل زمان ومكان، وهي الصلاحيات الدستورية للبرلمان. وإحنا في حياتنا العامة نعتمد في كل توجهاتنا الإسلامية على القرآن الكريم، والمحامي يعتمد على القوانين الوضعية الموجودة. البرلماني يتنفس ويعمل ويتحرك بموجب الدستور. لا يوجد في برلمان في العالم، وإن كانت اختلفت التخصصات فيه المختلفة بين أعضاء المجلسين في النظام البرلماني، خلينا نقول على نظام الشورى والنواب، أو السنت والنواب في بريطانيا، أو في الشيوخ في بريطانيا، في أمريكا، يعتمدون على الآراء القانونية في اتخاذ إجراءاتهم. لذلك النظام البرلماني له صلاحيات دستورية تكون معلومة لجميع النواب علما يقينيا، بمعنى لا يستطيع البرلماني أن يوجه سؤال إلا يعرف النص الدستوري اللي يعطيه أحقية السؤال.
ولا يستطيع أن يشكل لجنة أو لجان تحقيق إلا بمعرفة النص الدستوري الذي يعطيه هذا الحق، ويردف ذلك معرفته باللائحة الداخلية التي تنظم الإجراءات لهذه الصلاحيات الدستورية. إذا نخلص من هذا الكلام من أن جميع خطوات النائب وأفكاره وأفعاله داخل البرلمان في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين تأتي من خلال نصوص أولا دستورية، ثانيا ما تنص عليه اللائحة الداخلية بإرشاد من الدستور، لأن الدستور دائما يردف بقوله في النصوص وما تنظمه اللائحة الداخلية، ويقصد بها اللوائح الداخلية للمجالس. إذن المعرفة الدستورية مطلوبة في أي مكان في العالم للممارسة. عندما نتحدث عن سؤال أو استجواب أو غيرها أو طرح ثقة أو تشكيل لجان تحقيق أو مؤخرا اللي هو إقرار برنامج الحكومة وفق نص المادة 46 من تعديل الدستور في 2012، هذه الصلاحيات موجودة في العالم جميعها إلا هذا النص المبتكر اللي هو 46 إقرار برنامج الحكومة، تم ابتكاره لوضعية مملكة البحرين وممارساتها الديمقراطية. أما السؤال راح تجده في كل الدساتير، راح تجد الاستجواب وطرح الثقة وعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أيضا الصلاحيات المتعلقة بإقرار الاتفاقيات الدولية بعد أن يتم تمريرها عليكم السلام من قبل السلطة التشريعية وجلالة الملك حفظه الله، الذي يجوز له أن يقترح القوانين ويطرح مشروع بتعديل الدستور، وهي صلاحية لجلالة الملك وصلاحية للسادة النواب في التعديل الدستوري وفقا لما هو منصوص عليه. إذن كل أعمال السلطة التشريعية يحكمها الدستور. طيب السؤال، هل هذه النصوص الدستورية ثابتة أم مرنة؟ دستور مملكة البحرين مرن، بدليل أن السؤال كان عند مجلس الشورى، عقب صار تعديل منع السؤال، عقب رجع السؤال مرة ثانية لمجلس الشورى. أي نعم. فإذا ممكن تعديل. وأيضا أضيفت المادة 46 لدستور مملكة البحرين، وهي الرقابة على برنامج الحكومة وفقا للمدد والصلاحيات المطروحة اللي أنا أسميها 30 من بعد أداء اليمين، 21 للمتابعة، 21 للرفض، والآلية المطروحة في المادة 46 من دستور مملكة البحرين. طيب، هل هذه أيضا أضيف موضوع لا ننسى من نافلة القول، وهو طرح موضوع عام للمناقشة. في السابق 2002 ما كان موجود طرح عام للمناقشة، كنا احنا نطرح وكانت الحكومة مرة تقبل ومرة ترفض، إلى أن وجد نص تشريعي يلزم الجميع بطرح موضوع عام للمناقشة. كنا احنا في الحوار الوطني طرحنا مزيد من اللي هو في يوليو من عام 2012 طرحنا مزيد من الصلاحيات، عليكم السلام ورحمة الله، الصلاحيات الدستورية، ولكن هذه الصلاحيات الدستورية يعني في معظمها لم تلاقي التوافق إلا فيما قل من هذه الصلاحيات، وخرج لنا النص وخرج لنا السؤال وخرج لنا بأن المجلس الوطني في السابق كان يسمونه مثل ما يسمونه الإنجليز الأبر كونسل، يعني فصار مجلس النواب، رئيس مجلس النواب بعد أن كان هو من يرأس المجلس الوطني بعد أن كان يرأس من قبل رئيس مجلس الشورى.
يعني صارت في تعديلات طفيفة دستورية. طيب هل هنالك صلاحيات ممكن أن تضاف للدستور بتعديلات في مملكة البحرين؟ ممكن أن تضاف، مثل عندنا طلب الإحاطة مو موجود ولكن تم مناقشته في السابق وموجود في بعض الأنظمة الدستورية المحيطة المشابهة. عندما أقول مشابهة أقصد اللي يأخذون بنظام المجلسين كالأردن والمغرب، أما الكويت المجلس الواحد إلى أن يعود بعد الحل لهم هذه الصلاحية. في السابق كان بعد مصر عندها المجلس الواحد، بعدين استحدث نظام مجلس الشورى عندهم وأعطي بعض الصلاحيات. طيب في البحرين في صلاحيات في البحرين منصوص عليها في ميثاق العمل الوطني، وهو في النظام البرلماني التي لا يمكن المساس بها، وهو نظام المجلسين. نظام المجلسين يعني أي نقاش حوالين إلغاء مجلس الشورى هذا نقاش عقيم ولا يتفق مع ما اتفق عليه الجميع في نظام في ميثاق العمل الوطني. إذن هل تقليص صلاحيات شورى، زيادة صلاحيات مجلس النواب، تقليص عدد، زيادة عدد، هذه من المسائل التي يمكن أن تطرح ويمكن أن يتم التفاهم والتوافق. احنا عندنا في البحرين 3 إرادات يجب أن تتفق، هي الإرادة الملكية والإرادة الشعبية مع إرادة السلطة التشريعية، وهي يعني ممثلة بسلطة المجلسين، أو يعني مجلس النواب هو المناط بهم على اعتبار بأنه لصيق بالتمثيل الشعبي، ولو أن النص الدستوري بأن العضوين في المجلسين يمثلون عموم شعب البحرين. طيب هذه الصلاحيات الدستورية في مملكة البحرين مثل ما قلنا هي لا تقر فقط بموجب ما هو موجود في الدستور، بل إن المحكمة الدستورية في دولة الكويت ذهبت برأي يقول هذا الرأي في دولة الكويت بأن النظام البرلماني يقوم على الرقابة والصلاحيات الرقابية وإن لم ينظمها نص دستوري، وهذه قاعدة أصبحت برلمانية، بمعنى أن بعض المجالس في دول العالم تاريخيا كالنظام الفرنسي مثلا لظرف وفي زمان معين تم إلغاء الاستجواب من البرلمان بسبب الاحتكاك المباشر فيما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى أن أعيدت صلاحية الاستجواب. لكن الانتقاص، وهذا رأي موجود في الفقه الدستوري، الانتقاص من الصلاحيات البرلمانية لا يفقد البرلمان هيبته، لأن أي انتقاص من السلطة الرقابية هو تفقد وتفرغ النظام البرلماني من مضمونه، بمعنى لا يمكن أن يوجد برلمان في العالم دون صلاحيات رقابية وتشريعية وتتبع بتشريعية مالية، لأن في شيء يتعلق بالميزانية العامة للدولة وفي شيء يتعلق بالحساب الختامي للدول. إذن في صلاحية رقابية ممثلة ليس فقط في سؤال واستجواب وطرح ثقة وعدم التعاون مع رئيس الحكومة، وإنما في سلطة رقابية تبدأ بإقرار، عليكم السلام ورحمة الله، تبدأ بإقرار
الاتفاقيات بالشراكة مع الإرادة الملكية في مملكة البحرين، وتبدأ في إقرار القوانين التي تصدر في غياب المجلس أو في حالة حل المجلس، تعرض على البرلمان يقبل أو يرفض. هذه من صلاحيات إقرار القوانين في غيبته. احنا نتكلم عن الرقابة، عن التشريع راح أتكلم عن الرقابة. أيضا من صلاحيات الدستور مملكة البحرين أن تؤلف اللجان عند بدء العمل البرلماني، تشكل اللجان، وهذه اللجان تمارس أعمالها حتى من خلال الأدوار. يعني حين دور الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، الفصل التشريعي حين السادس، احنا السادس او الدور اللي حين خلصنا الثاني بندش الثالث، اللجان تعمل فترة، ما في اجازة، ما في شيء اسمه اجازة، اللجان تعمل بعملها، فضلا عن تشكيل لجان التحقيق المنصوص عليها. ايضا هذه اللجان مهمة وطلعت بادوار مهمة في مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين. في لجان التحقيق دائما لجان التحقيق هي نسميه المطبخ البرلماني، اللي ينتج عن هذه اللجان السؤال والاستجواب، وبالتالي يتبع الاستجواب طرح الثقة إذا توافرت ظروف طرح الثقة وفقا للنص المعمول به، وفقا للإجراءات التي تنظم اللائحة الداخلية في مملكة البحرين أو غيرها من اللوائح في العالم. كل البرلمانات في العالم لديها لوائح داخلية تنظم العمل. ومن صلاحية اللائحة الداخلية في مملكة البحرين وفقا لما جاء في نص المادة بأن يستطيع المجلس أن يعدل منفردا، نحط خطين، منفردا أن يعدل في لائحته الداخلية. أتكلم عن مجلس النواب، بس بما لا يقيد العمل البرلماني بل يفتح للعمل البرلماني. لذلك أنا يعني دعيت في عدة مناسبات أن أتحدث عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مملكة البحرين، وكنت أرفض الحديث في هذا الموضوع لعدة أسباب. بقول سبب وراح أتوقف عن الكلام. إنها في اللائحة الداخلية بعض الصلاحيات في اعتقادي الخاص وكمختص من الناحية الدستورية قد تجاوزت الصلاحيات الدستورية، فبالتالي أتجنب الحديث عن ذلك، وعلى النواب أن يطلعوا بمهامهم لبيان بأن أي نص في اللائحة الداخلية يخالف أو يتعدى على النص الدستوري. أنا أتكلم بشكل مهني، ما لي علاقة، لا لي علاقة بسياسة ولا لي علاقة، أتكلم بشكل مهني قانوني. أي نص، لأن أنا أعمل في الطعن على القوانين واللوائح والقرارات أمام المحكمة الدستورية عندما تخالف الدستور، والحمد لله المحكمة الدستورية في مملكة البحرين مطلعة بأعمالها في إلغاء النصوص والقوانين واللوائح التي تعارض الدستور. فبالتالي ممكن أن تلغى النصوص في اللائحة الداخلية التي تقيد وتتعدى على النص الدستوري. بتوقف عند هذه النقطة. أما الصلاحيات الأخرى غير الصلاحيات الرقابية وهي الصلاحيات التشريعية فهي كثيرة. الصلاحيات التشريعية والمالية نظمها دستور مملكة البحرين وأفرد لها العديد.
من النصوص التي تجمع على أن من صلاحية النائب أن يتقدم بمشروع بتعديل بالمشاريع بقوانين أو بالتعديل الدستوري. 15 من النواب يستطيعون أن يقدموا مشروع قانون بتعديل الدستور في مملكة البحرين، وأن يضعوا في هذا التعديل ما يشاءون. إن أشاءوا إضافة نقاط رقابية أكثر، طلب إحاطة اللي مو موجود يعني يوجدون في النص الدستوري، رقابة يعني تعطيهم الحق أكثر في بعض النصوص الدستورية. وهذا موضوع آخر. في أحد النقاشات المتخصصة اللي حضرتها، وكانت في رسالة دكتوراه لأحد الإخوان في جامعة القاهرة، كنا نتناقش حول كيف ممكن أن تضاف صلاحيات دستورية كقاعدة عامة ونشيل فيها اللبس من تعديل اللائحة الداخلية، لأن اللائحة الداخلية أحيانا تتعدى على النص الدستوري. فإذا وجدت بعض العبارات في النص الدستوري، خلنا أبسطها عندما نتحدث عن السؤال، أبسطها يعني ما نتكلم عن المسائل اللي فيها مساءلة للسلطة التنفيذية. السؤال عندما تقيده أو تطلقه بوضع مدد موجودة في اللائحة الداخلية، قد تتعدى السلطة التنفيذية على هذه الصلاحيات. عندما تجد النص الدستوري قد حدد لها المدة، إذن النص الدستوري أولى بالاتباع من اللائحة الداخلية. هذه الفكرة عندما نناقش كل صلاحية من الصلاحيات الدستورية. عندما تعمل على إيجادها بنص دستوري تقلل من النقاش واختلاف الرأي في اللوائح الداخلية. ترى اللائحة الداخلية مو فقط في البحرين اللي احنا نناقش وصار الكثير من اللقط حول اللائحة الداخلية، ترى هي في العالم كلها. وفي العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير تتحدث عن اللوائح الداخلية للمجالس النيابية، وما إذا تطغى هذه اللوائح على أعمال المجلس، ما إذا تتحكم في النصوص الدستورية، ما إذا تتعارض مع النصوص الدستورية. هذا فقه قائم بذاته. الأستاذ أحمد والمختصين هني مرت عليهم بعض هذه النصوص. الشاهد في هذا الأمر وهو فيما يتعلق بالصلاحيات التشريعية، هي صلاحية لجلالة الملك حفظه الله أن يقترح القوانين وتعديل الدستور، وكذلك صلاحيات مجلس النواب. وترفع هذه القوانين من النائب إلى مكتب المجلس، ومكتب المجلس يقرها أو لا أو يرفضها، وإذا أقرها يحيلها إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة تناقش هذا المقترح، وبعد ذلك يرفع إلى المجلس ويتم مناقشته، وإذا تمت الموافقة عليه أحيل إلى مجلس الشورى، ومجلس الشورى يأخذ نفس الخطوات. إذا وافق على الاقتراح بقانون أحاله إلى السلطة التنفيذية التي ترفعه إلى حسب الإجراءات لإقراره من جلالة الملك حفظه الله. أما إذا رفض أعيد مرة أخرى إلى مجلس النواب، وتظل المسائل عالقة. وللمختصين يعرفون بأن وأكاد أجزم بأن المجلس الوطني لم يعقد في البحرين. المجلس الوطني عندما يختلف المجلسين فلم يعقد. ولكن هل هنالك اختلاف في مشاريع بقوانين؟ نعم، يوجد اختلاف في مشاريع بقوانين رجعت من الشورى، واللي أنا أتذكر منهم واحد منهم قانون الصحافة، إلا إذا أحد بيسعفني في غيره من القوانين. يعني في قوانين ظلت عالقة، لأن قانون الصحافة قانون حساس جدا،
والعديد من المشاريع بقوانين، منهم من طرح من قبل السادة النواب، منهم من طرح من قبل الحكومة. وهذا يعتمد على لأن يعني أساس السلطة الرابعة وهي الصحافة تتطلب جوا ديمقراطيا يحكمها قانون سلس ومرن وديمقراطي، وهذا شأن النواب والتوافق في المجتمع مملكة البحرين. فبالتالي المشاريع بقوانين ايش قد عندي من الوقت؟ بعد 10 دقائق ربع ساعة. طيب، فالمشاريع بقوانين ترفع إلى الحكومة لإقرارها، وهذه المشاريع بقوانين من الصلاحيات المطلقة، وأرفق بهذه المشاريع بقوانين الصلاحيات المالية بإقرار الميزانية العامة للدولة وبإقرار الحساب الختامي للدولة، اللي لا زال الآن أعتقد يمكن بيناقشون الحساب الختامي. الميزانية العامة للدولة هذا موضوع وأداة رقابية جدا، ليس فقط تشريعية متعلقة بإقرار القانون، وإنما هذه يعتمد على قوة المجالس، وهذا أيامنا ما كان موجود، لأنه ما كان موجود نص المادة 46 هو إقرار برنامج الحكومة. لأن الميزانية العامة الآن بعض التساؤلات، وأكيد حضوركم الكريم راح يتطرق إلى هذا الموضوع، إن برنامج الحكومة كان موجود قدام السادة النواب، بإمكانهم القبول أو الرفض وفقا للآلية الموجودة. فإذا أنت أقريته جيت بعد سنتين عندك انتقادات على برنامج الحكومة في الإسكان أو في التعليم أو في الصحة. طيب يا أخي الكريم سعادة النائب، لماذا لم تناقش ذلك ابتداء عند إقرار برنامج الحكومة وتضع تصوراتك؟ طيب البعض يقول بأن خلاص احنا أقرينا برنامج الحكومة فيصعب مناقشة هذا الموضوع، وبعدين ياتنا الميزانية العامة وأقريناها. طيب من قال لك إن هذا نهاية المطاف؟ من أين استقيت من أن متى ما تم إقرار الميزانية العامة للدولة لا تستطيع أن تطرح مشروع يؤثر على ميزانية الدولة؟ هذا الكلام مردود عليه بالسوابق والممارسات الديمقراطية للبرلمان في مملكة البحرين. وفي شيء يعلمه المختصين يتعلق بتقديم مشروع إذا كانت هنالك إرادة توافقية. فلنفترض، لأن هذه حصل في أيام إقرار الميزانية، وبعد ذلك ياتنا ميزانية الفورمولا وياتنا ميزانية إقرار المبلغ المطلوب للمينتنس أو تبع شركة نفط البحرين، حوالي 500 مليون دولار، والفورمولا 500 مليون دولار. فالحكومة تقدمت بمشروع بعد إقرار الميزانية، بمشروع يتعلق بإضافة بنود جديدة على الميزانية العامة تقر. فكان هنالك نقاش محتدم لأن طالما أن الحكومة يابت هذا المشروع فلنطرح زيادة في ميزانية الإسكان، في ميزانية التعليم. وجهة نظر الحكومة قالت لا، على النواب أن يتقيدوا بما أتت به الحكومة. وجهة نظر النواب لا، بل نريد أن نضيف إلى ميزانية الدولة هذا الموضوع. وبتوافق وبشدة وبإصرار توصل السادة النواب مع السلطة التنفيذية لإقرار هذا البجت المشروع بقانون مع الزيادة اللي طلبوها النواب. فلماذا لا بعد إقرار برنامج الحكومة وبعد إقرار الميزانية العامة للدولة حتى بعد إقرار الحساب الختامي أن يكون هنالك توافق لأي موضوع؟ أقول لكم موضوع مثلا الأخ أحمد
ابو احمد موجود صاحب اقتراح اضافه 50 مليون صندوق للمتقاعدين. اقتراح جميل وممتاز، وايضا لديه العديد من الاقتراحات ابو احمد، من ضمنها التعديلات الدستوريه من ضمن 2030. حتى لا اصادر راي ابو احمد يحب اذا يتكلم، هو اقترح ب ان تكون صلاحيات اكبر واوسع للساده النواب من ضمن رؤيه البحرين 30-50 او 20-50. فحقيقة أول ما سمعت المقترح يعني نوع سوى كليك كذي فيه، ليش ما يكون هذا المقترح؟ وليش ما تشكل اللجان والسادة النواب يتعاونون في هذا المقترح إذا كان هو إيجابي وفي مصلحة الناس؟ طيب المتقاعدين، هل يجب أن نقول أو نتحدث بأن علينا أن ننتظر المجلس النيابي القادم السابع وأن يخرج لنا السادة النواب لمناقشة؟ انتم حين الحمد لله وهذا بفضل سبحانه وتعالى بأن لدينا، يمكن أبو أحمد يفيدنا شوي، زيادة في الدخل العام بزيادة الأسعار نظرا إلى تحديد السعر اللي احنا حددناه للبرلمان للبرميل $60. الآن الفرق 23. اي فالفرق 23، تطلع ميزانية كبيرة حددتها اعتقد ابو احمد فائض مالي $1.6 مليار. الحمد لله رب العالمين. طيب لماذا ننتظر ونحتاج دعم سريع؟ احنا الدعم احنا قلنا نحتاجه سريع لفئتين في المجتمع حاليا. احنا نتكلم في كثير يعني آراء وتطلعات شعب مملكة البحرين كثيرة، ومن حقه أن يتطلع إلى تحسين مستوى المعيشي، وقلنا بأن احنا نحتاج أمرين عاجلين نظرا إلى الزيادة الموجودة، ودعم الأسر المتعففة بشكل عاجل، وزيادة 3% حسب المقترح، وصاحب المقترح موجود. إذن هنالك حلول ناجعة كما يقال، في حلول، ولكن يتطلب إرادة شعبية برلمانية وملكية، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية لا تغير، لأن السلطة التنفيذية هي أساس العمل المشترك معها. وقلنا في السابق ونعيد هذا الموضوع، العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برقابة من السلطة القضائية، هي رقابة تكميلية تعاونية وليست رقابة تنافسية وينتهي بها الوضع كما تعلمون في الدول المجاورة. لابد أن يكون هنالك تعاون، ولو كان بيدي أنا حقيقة لطرحت العديد من الأمور اللي فيها إعادة صياغة المشهد البرلماني في مملكة البحرين. بمعنى هذا المشهد أضيف له العديد من الإساءات التي أساءت للتجربة، لو تحكمنا فيها راح تنطلق بشكل أفضل التجربة البرلمانية. وهي البرلماني عندما يريد أن يعرض موضوعا معينا يجب أن يكون موضوع مدروس وموضوع في مستوى السلطة التنفيذية، وأيضا لديه الآلية لتنفيذه. بس أنا للأسف تطرقت إلى شيء قرأت عنه الكثير، شفته في البحرين اليوم مهم، هي اختيار اللغة المناسبة للطرح، اللغة التي تطرح المشروع بقانون أو الاقتراح برغبة بعيدة عن الضحك والاستهزاء وطرح الألفاظ التي لا تليق أن يتم مناقشتها في برلمان مملكة البحرين. يعني لماذا نتحرج؟ فلنطرح هذا الموضوع. يعني لابد أن سياق الحديث داخل السلطة التشريعية يكون عالي. احنا ما نقول لا كلكم سادة النواب مؤدبين ومحترمين وعلى راسنا، لكن هل ينكر ان بعض الألفاظ
اتخذت خصوصا في السوشيال ميديا تم إبرازها للإساءة للبرلمان في مملكة البحرين، وهذا اللي احنا يضايقنا في مملكة البحرين. ونقول بأن هذا البرلمان ملك الشعب وملك الأجيال، هاي مو ملكنا احنا ولا الناس اللي راحت ولا الناس اللي حين، ملك الناس القادمين للعمل البرلماني، لأبنائكم وأحفادكم، واحنا نسعى أن يستمر هذا البرلمان. فإذا لابد من تطوير أدائه، ويجب أن يكون أداءه يتوافق مع القيم والأخلاق البحرينية الأصيلة البعيدة عن الاستهزاء، سواء كان بالنواب فيما بينهم بين بعض أو سواء كان في العمل البرلماني. فلذلك مطلوب من السيد النائب، وعندما أقول نائب يشمل الجنسين، أن يتحلى بمثل هذه الأمور رغم مكانتهم العلمية ومستواهم الثقافي العالي جدا بعض منهم، لكن لدينا قيمنا البحرينية الأصيلة حتى لا نسيء، لأن أي إساءة تسيء لنا جميعا في مملكة البحرين. السلطة التشريعية في مملكة البحرين التي تمارس الرقابة على السلطة التنفيذية في مملكة البحرين. دقيقة واحدة، أريد أن أنهي بإيجابية السلطة التنفيذية في البحرين. السلطة التشريعية أتكلم عن آخر 4 سنوات أو 2 أو 3، لم نجد فيه منتج حقيقي وبارز ومميز للمواطنين. لكن الحكومة في عمل دؤوب، في برنامج للعمل الدؤوب، وفي لقاء حكومي سنوي، وفي ابتكارات موجودة توجدها تبحث عن حلول. يعني أعطيكم مثل، احنا من بداية البرلمان تحدثنا عن النظام الصحي في مملكة البحرين من بداية البرلمان. في 2006 واحد من النواب، ولا داعي ذكر اسمه، 4 سنوات وهو يصارخ على النظام الصحي، 4 سنوات بقمة راسه يتكلم عن النظام الصحي في مملكة البحرين، لم يتحقق. لكن الحكومة دأبت ودرست وقدمت النظام الصحي كمشروع بقانون، وقدمت للتجربة. البعض لديه بعض التحفظات، لكن أقدمت على أن تسبق السادة النواب، لأن انتظرتهم وايد، ما حد قدم مشروع عدل ممكن يؤخذ به في تطوير النظام الصحي. لذلك أنا أقول في مجال آخر وهو المجال التربوي والتعليمي. نريد أيضا مبادرات نيابية جريئة لتصليح وإصلاح النظام التعليمي في مملكة البحرين. الإسكان، يعني نظام المزايا مقترح حكومي، مو مقترح من السادة النواب، ويعني لم أجد مقترح ممكن أن يتحقق في المستقبل إلا مقترح أبو أحمد في موضوع الإسكان. يعني بمعنى هنالك أفكار عديدة. بعد الآن احنا مقبلين على تطوير أيضا في النظام اللصيق بالمواطنين، وهو النظام الكهربائي والربط الكهربائي وزيادة الأسعار، ارتفاع ونزول، يعني الكثير من القضايا المهمة للمواطنين في مملكة البحرين. أنا أعتقد أن عندكم الكثير، أستاذ أحمد أعطاني دقيقة نتوقف عندها، وأمل من خلال هذه النقاشات المثمرة في هذا المجلس العامر أن نخرج بمقترحات عملية ووضع آليات نساعد بها السادة النواب الموقرين في عملهم في مملكة البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كمواطنين نطالب على أساس أنه يكون مجلس كبير عنده صلاحية واسعة. أنا بعطيكم مثلين. كان هناك مرسوم
بتوسيع صلاحية رئيس مجلس النواب، وتم رفضه من قبل مجلس النواب، وتم إحالته إلى مجلس الشورى. الحين أكثر من سنة ونص موجود عند مجلس الشورى. أنا في نظري أن مجلس الشورى هو عائق لتمرير القوانين لمجلس النواب. فأنا في نظري يجب أن يكون مجلس الشورى إما استشاري أو يكون أقل صلاحية من مجلس النواب. المواطنين محتاجين إلى نتائج إيجابية من مجلس النواب. هل محتاجين إلى إعادة النظر في القوانين أو اللائحة الدستورية؟ أنا في نظري أن يجب إعادة النظر في اللائحة الداخلية، لأن الآن في المادة 65 اللي هي الاستجواب يجب على المجلس حصول 27. ليش ما يكون مثل السابق يكون 20 زائدا 1 يكون الاستجواب؟ فإحنا محتاجين إلى مجلس نواب قوي يلبي طموحات وتطلعات المواطن البحريني. لأن نتكلم مع النواب يقول لك إحنا نمرر القوانين، بس المشكلة العائق الكبير بيكون عند مجلس الشورى. وبالفعل هناك قانون للتعطل 1%. في مجلس 2018 اقترحوا اقتراح بقانون أن يوقفون 1%. الحين صار له أكثر من 4 سنوات عند مجلس الشورى لم يمرر. هذا شيء يعني بالنسبة أنا أتمنى من المجلس النواب والمجلس الشورى أن في التشريع الثالث يكون هناك تحسين الحالة المعيشية للمواطنين. اقتصاديا معدل النفط في حدود $83 وتم تحديد النفط في $60، عندنا $23. احنا نتوقع في 2024 في حدود $1.57 مليار فائض مالي. فأنا شو أقترح على مجلس الشورى ومجلس النواب؟ شيئين. رقم 1 تحويل 100 مليون دينار من صندوق التعطل إلى صندوق التقاعد لدفع الزيادة السنوية للمتقاعدين ل5 سنوات ل 2027. لأن 2028 في اعتقادي أن صندوق التقاعد بيقدر أنه يدفع 3% بعد ما يصير الاشتراكات للموظفين من 19 ل 27. رقم 2 نتمنى إعادة النظر في علاوة الغلاء وتكون زيادة 50%. يا اخوان تكلمنا عن او نورنا اخونا غازي بخصوص اللائحه الداخليه واستخدامها. انا بوجهه نظري وسمحوا لي باختصار، الخلل مو مثل ما ذكرت في اللائحه الداخليه او القوانين الموجوده، الخلل في نوابنا اللي وصلناهم. الخلل في النواب اللي احنا وصلناهم. يا جماعه خلينا نكون واقعيين. انا ولا اشمل الكل، انا اقول البعض او الغالبيه. فوصلنا ناس غلط، احنا لازم نتحمل الاخطاء هذه. بس بضرب لكم مثال باختصار. اخر شيء الاستجواب، اخر استجواب قبل 2 أو 3 حق وزير المواصلات. شفنا الربع اللي يود البارك واللي يود يعني هذا استجواب زين. وانتم داينين الوزير وكلكم تكلمتوا وكلكم قلتوا حزة الحزة تنقسمون احزاب. انا في وجهة نظري ان لو كان النائب الواحد يقدر يستجوب
بعد ما بيوصل الاستجواب بهذه الطريقه ذي. اليوم احنا وصلنا ناس يا اخوان غلط، مجلس عمره 2 نائب ما تكلم، مداخله واحده. ايش تبي انجز لك ذي؟ شلون وصل؟ مداخله واحده يا اخوان، 2 ما تداخل. يعني هل المجلس يحتاج له؟ هل يبي ناس كفاءات؟ يا جماعه احنا لازم نختار الكفاءات. ولد عمي والفريجي ويستاهل، هاي ننساها ذي. هذه مصير وطن، مصير اجيالنا الجايه. يعني بمعقول احنا كنا نقعد الحين، المفروض صارت عندنا خبره بما فيه الكفايه، نعرف ننتقي الناس اللي قادره توصلنا. ولد عمي والفريجي والذي هاي ننساها خلاص. مو بقادرين نحصل انجاز يا جماعه من النواب مثل ما ذكرتوا، ولا بيحققون الانجاز بهذه الطريقه. يعني انا مو بعارف يعني وين تيهم الافكار هذه الجهنميه، وين تيهم على المواطن. احنا نضرب مثل بدايه يقول لك العيد تبين من عصاريها. شلون مررتوا الميزانيه ولا فيها احنا ما فهمنا شيء منها، مجرد بس رؤوس اقلام. شلون تقدر تحاجج الحكومه؟ احنا ناس بسطاء يا جماعه، ترى لا احنا سياسيين ولا احنا اقتصاديين، احنا على قد حالنا. شلون مررتوها بكل سهوله ذي؟ كراميه. اخونا الاستاذ الفاضل استاذي فريد غازي، شكرا لك على ما تفضلت به من استعراض للأدوات الدستورية والصلاحيات الدستورية. ولكن العامة من الناس المواطنين الآن يتساءلون: ماذا حقق مجلس النواب؟ وصل إلى حد من يدعو إلى حل هذا المجلس. هل السبب في أحكام الدستور أم السبب في اللائحة الداخلية أم بالسبب في النظام الانتخابي؟ أسارع أنا إلى القول. أولا، دون شك اختلفنا أم اتفقنا في أن دستور 2002 البعض يقول قد خالف الميثاق ونص خلافا للإرادة الشعبية. هل هو دستور منحة أم هو دستور عقدي؟ لا نريد أن ندش في هذا النقاش، ولكن الدستور تضمن أحكام عامة كانت موجودة حتى في دستور 73 تتعلق بالحقوق والواجبات العامة، تتعلق بتنظيم السلطات الثلاث: التنفيذية، القضائية، التشريعية. لكن هذه النصوص العامة ينظمها شنو؟ المشرع العادي، القانون. لكن يتعين على هذا القانون بنص بالدستور المادة 31 ألا تخالف جوهر الحق ولا تنال منه. لكن لو شفنا الواقع أن كثير من القوانين التي صدرت خالفت جوهر هذا الحق. الاستجواب حق لأعضاء مجلس النواب، والتعديلات الدستورية في 2012 عطت صلاحيات للاستجواب أوسع مما كان عليه. بمعنى آخر، إن الاستجواب كان في دستور 2002 يكون داخل اللجان. التعديلات الدستورية أجازت للمجلس بالأغلبية أن يكون داخل وين؟ داخل المجلس، وهذه صلاحية مهمة. لكن جاء القانون للأسف باقتراح من أعضاء مجلس النواب بتقييد هذا الحق. هذه الصلاحية المنصوص عليها في الدستور قيدها القانون حين اشترط أغلبية الثلثين للجدية، وهذه الأغلبية الثلثين أعتقد مخالفة
لنصوص الدستور، لأن الدستور حدد على وجه الحصر متى تتحقق أغلبية الثلثين، وليس من بينها الاستجواب. هذا مثال. لكن أعود أنا إلى شيء مهم وجوهري، لا تصير قمعي، وهو اللائحة الداخلية. اللائحة الداخلية قيدت كل الصلاحيات الدستورية الموجودة في الدستور، شيء جميل في الدستور. من السؤال ما بقى إلا الاقتراح برغبة ما تم تقييده. النقطة الجوهرية الأساسية، أساس المشكلة مو في النواب، أساس المشكلة في النظام الانتخابي. النظام الانتخابي في البحرين للأسف الشديد من يترشح لمجلس النواب لابد أن يقيم في وين؟ إقامة عادية في دائرته، وهذه مشكلة، لأن عضو مجلس النواب لا يمثل دائرته، يمثل الشعب بأسره. وبالتالي جاء إلى مجلس النواب ناس ذو كفاءة مع احترامنا لهم الشديد، وبالتالي صارت وضعية مجلس النواب بهذا الشكل اللي احنا نشوفه. وبالتالي أنا أشوف ليس الحل في من يدعو إلى حل مجلس النواب. مجلس النواب يظل هذا مكسب يتعين التمسك فيه، ولكن ندعو إلى إصلاح النظام الانتخابي، إصلاح اللائحة الداخلية. الحقيقة أستاذ فريد تكلم عن التشريعات. احنا بحاجة على ما أعتقد أنا في وجهة نظري إلى توافق عمل وطني من جديد، وإحنا بحاجة أيضا إلى إعادة النظر في العمل البرلماني والتشريعي، لأن البحرين الحقيقة مرت ب20 سنة أو زيادة. نجد أن العمل البرلماني الحقيقة بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم. هذه من وجهة نظري. ثاني شيء، السؤال اللي دائما أنا أحاول أن ومتردد أن أقوله، لكن الحقيقة حق أستاذ فريد بنقوله على أساس أنه يعطينا الجواب عليه. هل البحرين بمساحته الصغيرة بحاجة إلى غرفتين؟ هذا من ناحية. ثاني شيء، هل الموجودين فيه، مع احترامي حق الدكتور، هل احنا بحاجة إلى هالعقليات ما شاء الله في مجلس الشورى اللي عملهم بكل تأكيد بعد ممارسات طويلة نجدهم مو في يعني أفكارهم وعملهم لا يصب في مصلحة الوطن، إنما يصب ولا في مصلحة المواطن، إنما كل عملهم هو عبارة عن مصد كبير لكل طلب أو مشروع أو قانون أو كذا يقدم من خلال مجلس النواب. هذه من ناحية. الحقيقة أنا في وجهة نظري مجلس الشورى اللي ما لي صلاحية أن أتكلم وما لي الحق أن أتكلم في شواخصهم، ولكن من ناحية أو أول على جزء بسيط منهم أن الحقيقة مو ذاك الكفاءة، أو الحقيقة يستاهلون أن يكونون في بعضهم يستاهل أن يكون في مجلس الشورى، وهذه وجهة نظر. ولكن الحقيقة مثل ما تفضلت أستاذ فريد ان في بعض القوانين، وانت محامي وعندك عندك رخصه في محاكم التمييز بلا شك، على ما اعتقد والمحامي يمي انتم تستندون دائما الى التشريع او الحكم اللي يصدر في محكمه التمييز ويصبح حجيه، يصبح حجيه في بعض الاحيان، وتسترشدون فيه في بعض القضايا كمبدأ. المجتمعات كلها، المجتمعات سواء المجتمع البحريني او غير المجتمع البحريني، من خلال ما يحتاج المجتمع وظروف المجتمع تطلع القوانين وتطلع التشريعات. فلذلك انا من وجهة نظري
ان العمل الديمقراطي او العمل التشريعي او التشريع برمته بحاجه الى تقييم واعاده نظر. ما عندي الكثير في ان اتكلم في هذا المجال، لكن في عندي نقطة أساسية جدا أرى أن هي ما لم يعني تؤخذ به يصبح المجلس نوعا ما ضعيف جدا مع وجود الأدوات والوسائل الموجودة عنده، لكن يفتقد إلى قوة الصلاحية. هذا أعتقد نقطة أساسية. يعني لو على سبيل المثال خذينا نقطة رحنا إلى ميثاق العمل الوطني وكذلك إلى الدستور، فيما يتكلم في البداية عن مصدر الشعب مصدر السلطات جميعا، بمعنى أن الشعب، أو هكذا أنا أفهم، بمعنى أن الشعب هو فوق السلطات جميعا، بمعنى آخر أن يجب أن يمتلك النسبة الشعبية الكبيرة في المجلس. يعني أنا أمام مجلس شورى مثل ما بينوا الجماعة أن قد يعيق مسألة أنه هو يعيق بعض الشغلات، هذا شيء. الشيء الثاني التمثيل النسبي الشعبي، بما أعنيه أنه يكون أكثر من 50، يعني أكثر من النص من المنتخبين طبعا. هذا يعطي أعتقد نوع من الصلاحية والقوة للنواب أكثر، حتى بوجود الأدوات الموجودة عندك. أنا أعتقد هنا عندك خلل. أولا التضارب فيما بين وجود المجلسين وصلاحية كل منهما. احنا ما في خلاف بين المجالس، في بعض الدول مثل ما تعرفون يملكون أكثر من مجلسين، وهذا لا يعيب. لا في يعني مثلا عندك مجلس مثلا انا اعطيك مثال قريب جيراننا، يعني مجلس صيانة الدستور في ايران مثلا مجلس. اذا انا اقصد مجلس، يعني مجلسين رقم 3 كمجالس تشريعية له دور في الاداء بشكل عام. أليس موجود؟ فالخلاف المهم ليس في مجلس أو مجلسين أو عدم وجود مجلس شورى، لكن هي في الصلاحيات. هذا اللي نتكلم عنه. يعني إذا أنا عندي مجلس موجب ما يقول ميثاق العمل الوطني إنه هو من ذوي الخبرة والتخصص اللي هم ممكن يبنون أفكارهم واقتراحاتهم، ما يحتاج إلى عددية كثر ما هو يحتاج إلى ناس خبراء من ذوي التخصص يفتي في الموضوع. غض النظر أن أنا عندي يعني مجلس منتخب بيقدم الشيء اللي يبيه عن طريق أكثر من نائب والآخر. أنا أعتقد هنا إحنا عندنا خلل، لأن حق الدستور عدد لك أن 50 منتخب و50 شورى، لكن في الميثاق أنا ما عندي 50 عندي مجلسين اثنين يمثلون السلطة الشعبية. هذا أنا أعتقد فيه خلاف كبير، لأنه يعطي أو يقلل قوة صلاحية المجلس المنتخب اللي هو يمثل الشعب. إذا مثل ما قلنا رجعنا إلى البداية أن الشعب هو مصدر السلطات كثيرة. طبعا في قوانين أفتي وفي أمور كثيرة، لكن لا أعتقد أنه يسمح لي الوقت في ذكرها يعني. وحقيقة أنا كنت أحد المتداخلين بإبراهيم ذكر، أنا ما حبيت أذكر لكي لا يساء فهمي. دائما لما أطلق شيء فبعض الإخوة يمحور المداخلة. هل هناك أزمة في الأدوات أم مستخدم الأدوات؟ صلاحيات أو من يدير هذه الصلاحيات؟ أنا أشوف ترى إحنا اللائحة الداخلية لا تسبب ذلك العائق أو ذلك الصد لإعاقة الكثير من المشاريع، وإنما هم النواب، نوعية النواب. هل هناك نحتاج إلى إيصال نوعية من النواب آخرين
توعية النواب. ولذلك أنا في بعض الأحيان دائما أذكر إذا كان هناك ضعف في النواب في لاتخاذ بعض المواقف، هنا يأتي دور الشعبي لتقوية هذا الضعف، للضغط على النواب للاتجاه باتجاه معين يكون في مصلحة إيش؟ مصلحة المواطن وليس الضغط السلبي. لكي لا يقف الحراك السياسي أو لا يقف الحراك البرلماني. أما إذا احنا علقنا على سواء على بعض المواد الدستورية على اللائحة الداخلية لن ننجز شيء. بهذه الصلاحيات الموجودة في اللائحة الداخلية نستطيع أن نحقق الكثير، ولكن نحتاج أولا إلى توعية بعض النواب، وأيضا إلى الحراك الشعبي مثل هذا المجالس. زين، وهذه الأفكار تطرح. والآن احنا الميزانية الثانية قادمة، المفروض نتكلم قبل عرض هذه الميزانية بشهر نتكلم ونطرح ونوصل أفكار معينة ومقترحات معينة لكي يثبت النائب عند مطالب المواطن. أما نتكلم يوم التصويت أو بعد التصويت خلاص شبرت مروقهم مثل ما يقولون. فأنا أتوقع بأن لا ننظر إلى الماضي كثيرا وإنما إلى المستقبل. أستاذ فريد جزاه الله خير، بالعكس أنا مستمتع بهذا الحوار، والأستاذ عبد العزيز أبو أيضا موجود وهم نواب سابقين، وأتوقع يعرفون الكثير من خبايا الإدارة في داخل المجلس. وهناك شغلة ثانية دائما لما يطرح أي ملف انظر إلى رؤساء اللجان، ترى هذه وايد مؤثرة. هيئة المكتب ترى مؤثر جدا، فقد يتاح يعني بعض الملفات قد تنجح لأن من هم في هيئة المكتب. بعض الأحيان قد يكون هناك ملف قوي ولكنه يفشل بسبب من هم رؤساء اللجان. هناك كثير من الكواليس أو كثير من الأشياء البسيطة الهامشية ولكنها مؤثرة جدا في المواقف الضخمة. بتكلم بصفتي مقيم على هذه الأرض الطيبة. شكرا لأستاذ فريد غازي على المعلومات المهمة والثرية. في حدث جديد حدث في شهر مارس، وهذا بيأكد ما قاله الأستاذ فريد غازي أن الحكومة تتفاعل بأسرع من النواب، زي ما يقولوا بالإنجليزي برو أكتيف الحكومة. الحين كل الموظفين في القطاع الخاص يقتطع نسبة مئوية اللي هي لتقاعدهم، قصد نهاية خدمتهم، وتروح في صندوق التقاعد. شوف كم يعني مئات آلاف الموظفين الموجودين حاليا اللي هم الإكس. لا غير التعطل، غير التعطل، تأمينات. الحين كل موظف أجنبي خصم إذا أقل من 3 سنوات موجود بالشركة 4.2% من راتبه الأساسي بتروح لصندوق التقاعد، صندوق التأمينات، مكافأة نهاية الخدمة. إذا هو إذا 3 سنين وأكثر، الأجانب يا أخوي، المقيمين الأجانب 8.4، إذا 3 سنين وأكثر 8.4% تقتطع من الراتب الأساسي، يدفعها رب العمل، صاحب العمل. بسيط هذه ما يقتطع من رب العمل، هو صح، ما هو عشان توضح. العفو، هي تقتطع النسبة المئوية من الراتب الأساسي للموظف والذي يدفعها صاحب العمل، بتروح لصندوق التأمينات، مو التقاعد، صندوق التأمينات. فهذه بتوفر للحكومة مبالغ، يعني تدفقات مالية كبيرة وهائلة. بدأت من شهر مارس، يعني آخر الشهر بتروح فاتورة من التأمينات لصاحب العمل بالاقتطاعات هذه، وصاحب العمل يجب أن يدفعها فورا. هذه بتأمن يعني مدخول كبير لصالح الحكومة والدولة. النقطة الثانية، أنا يعني كمراقب للبحرين وما يدور في البحرين مجلس النواب، أنا بشعر إنه النائب في البحرين غير النائب في بلاد برا أو في الغرب. مثلا حين يكون مطروح نقاش
قضية معينة، النائب في الغرب يذهب لبيوتات الخبرة وبيوتات الاستشارات ويأخذ الخبرات كاملة وإحصائيات كاملة عن الموضوع اللي يجب أن يناقش، علشان ما يكون الحديث في مجلس النواب فقط كلام ومضيعة للوقت. شكرا جزيلا. اخواننا المصريين يقولون تبون الصج ولا ابن عمه؟ احيانا نحن نضطر كارهين للذهاب لابن عمه في وقت الدفاع عن الوطن، دفاع عن شرعية النظام وما إلى ذلك، فيصلح كخيار تكتيكي أن تقول بعض خارج قناعاتك، بس ابن عمه أحيانا قد يودينا في داهية إذا أصبح خيار استراتيجي بحت. عندما تم التوافق وتمت الموافقة على المشروع الإصلاحي، كان في ظنه وفي ظن الشعب البحريني بأجمعه أن هذه بداية حقيقية لتحول سياسي وتحول ديمقراطي حقيقي. عندما جاءوا الإخوان في 2006 2002 و2006 كنا فرحين ومنتشين بالرغم من عدم قناعاتنا بما أعطيت لهم من صلاحيات، وكنا نظن أنها بداية حقيقية، وبعد 20 سنة سنجد أنفسنا في مرحلة أكثر تطورا ورقيا في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي. الآن أريد أن أسأل سؤال: هل نحن اليوم أفضل من 2002 أم أسوأ؟ طيب قال لنا أبو نواف، قال لي أسوأ، صح ولا أنا غلطان؟ لماذا طيب؟ هل هناك نية حقيقية لإصلاح سياسي حقيقي ولا لا؟ يعني مثل ما تفضل بعض الأخوة، يعني الآن الحين موضوع اللائحة الداخلية على سبيل المثال، لائحة داخلية خاصة بمجلس النواب، لا يستطيع مجلس النواب لو اجتمع 40 على تغيير مادة فيه، مش مادة ولا كلمة ولا حرف ولا حتى تشكيل، حتى الكسرة والضمة ما يقولوا إلا إذا شاءت واشتهت الحكومة تغييرها. كل المراحل، كل التغييرات اللي صارت في اللائحة عندما اشتهت الحكومة فعل هذا. طيب رد علي عقب علي، هذا اللي حاصل مع اللائحة الداخلية. المنظومة النيابية نفس الوضع، أسماء مترشحين نسمع أنهم سيدخلون المجلس قبل لا يرشح نفسه، هكذا هو الواقع. وكلنا سمعنا عن رئيس المجلس من سيكون الآن وقبلها من سيكون أيضا، وهذه مسألة خطرة جدا، وتؤكد أن هناك من يمسك بخيوط وقواعد اللعبة كاملة بعيد عن هذا الذي يكرر علينا الآن. احنا نعرف أنه لا توجد ديمقراطية على من الخليج العربي للمحيط، لا توجد ديمقراطية حقيقية، لكن نحن قابلين بأنصاف الديمقراطية وقابلين بقليل من الديمقراطية من أجل أن تتطور. لسنا مع التطرف ولسنا مع التشدد ولسنا مع هذا كله الذي يجري في الخارج تحديدا وما يراد للبحرين، لكن نريد حاجة حقيقية، ما نريد حاجة هكذا قد تبدو كما لو كانت ديمقراطية. لا، هذا مو صحيح. سأنتهي، نص دقيقة وسأنتهي. لذلك نقول ما ينفع أن نقول غير المقتنعين فيه، ما ينفع نصور الوضع كما لو كان وضعا ورديا. نعم صحيح هو غير سوداوي، ليس سوداويا عدميا كما يقال، لكن وضعا ليس ورديا. يعني نتحدث بصراحة عن إشكاليات الدوائر، نتحدث عن الانتخابات، هذه أمور لا يمكن إغفالها. نتحدث عن الضغوط اللي تمارس على بعض النواب، بل الكثير من النواب نعرف أن في الليل يجتمعون. من الذي غيرهم؟ من الذي غيرهم؟ أنا مو بالضرورة أقدم دليل للناس أقول لهم والله فلان اتصل، والله نعرف أن هناك من يتحرك ضد رغبة الناس. وبالتالي يعني الحديث هكذا بعمومياته بأنه الوضع سليم ووضع ديمقراطي أعتقد عملية لن تخدمنا. إذا أردنا أن نعالج مشكلاتنا علاجا صحيحا ينبغي أن نشخصها تشخيصا صحيحا وسليما، ولكن عندما لا نشخص مشكلاتنا تشخيص صحيح فبالتأكيد سنضع لنا حلول غير سليمة أو حلول لمشكلات غير قائمة. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الشكر موصول لعائلة الدوي الكرام والأستاذ فريد غازي والأخوة الحضور. أنا بس
خلال النقاش اللي صار بين سعادة النائب والإخوان، إذا يقول محتاجين مثلا ضغط شعبي، يعني أنا كشعب أو شعب أدوا الدور اللي عليهم وراحوا صوتوا واختاروا اللي يبون وبالوثائق اللي يبونه دي. أنتم المادة 46 اللي تفضل فيها الأستاذ فريد مو قادرين تفعلونها ولا فعلتوها، ونادي اللي هو في خلال 30 يوم لازم يطرح برنامج الحكومة، وبعدين في خلال 21 يوم أو 20 يوم يرجع وبعدين يحل المجلس. أنا ما أعتقد هذه تصير عفوا ولا بتصير. هذه صارت على يوم السادات، يوم كام ديفيد لما طلعوا لما حط ذي ورفضوا الشعب قال لهم لا تعدلون فيه، رد مرة ثانية لهم وحل المجلس، وعقب كل اللي جاوا وقالوا بس خلاص موافقين. ليش تبون انتم ضغط شعبي؟ يعني في المجالس تكلموا، في التويتر تكلموا، في كل المنصات تكلموا، في المجالس لما يزورونكم تكلموا. المادة 46 مو قادرين تفعلونها، هل انتم قادرين تفعلونها؟ طبعا الحين ما تقولون لنا خلاص اقر المجلس. شكرا. أنا بس أريد أتكلم في نقطة. كلنا نتكلم عن القوانين. هناك في المجتمعات توجد طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة سفلى. يا أخ فريد، كونك إنسان ملم بالقوانين، طبعا بعض النواب عندهم شوي خلل شوي، وبعضهم صعد القبة البرلمان أكثر ما يكون فكاهي، وبعضهم صعد القبة البرلمان أكثر ما هو رجل حاب ينتج شيء للمواطن البحريني. هل ترى القوانين المعمول بها في البرلمان أتكلم من 2014 إلى 2024، هل ترى هذه القوانين الموجودة هي تخدم الطبقة السفلى كلش في البحرين، أو لا تزال هذه الطبقة السفلى تعاني بأسباب إيش؟ عدم قدرة هؤلاء النواب في عملية إنتاجية تخدم المواطن البحريني وتفعل في عملية تغيير وضعه اللي كان فيه قبل 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو حتى قبل 20 سنة. وشكرا. لما طرح موضوع الإفلاس الاكتواري للصندوق وتحرككم الجماعي، ما رد هذه الأموال؟ ردت الأموال. مجلس 2002 لما ناقش الميزانية العامة أدخل ميزانية الديوان الملكي في الميزانية، صح ولا لا؟ نعم، من ضمن المقترحات. أدخل الرقم وبموافقة الحكومة. مجلس منتج، مجلس قوي. وماذا أنتج من بعدها من المجالس؟ دخل علاوة الإسكان. علاوة الإسكان كل ما تأخر، إذا تأخر الطلب عن 5 سنوات يصرف. طيب بس يعني وأترك لك أستاذ المجال، تفضل. شكرا أستاذ أحمد. أنا حقيقة يعني أقف مع كثير من الطرح اللي صاد يعني من السادة اللي يسألون. أبو أحمد طبعا بدأ باقتراح كريم بالنسبة لنظام المجلسين، وكأنه اقترح إلغاء مجلس الشورى. تقليص صلاحيات. صلاحيات أوكي، لأن مجلسين متوازيين هذه من ضمن صلاحيات. أي نعم، ممكن هذا موضوع آخر، لكن المجلس واقع وصوتنا عليه في ميثاق العمل الوطني. طبعا أبو إبراهيم دائما وجه انتقادات للنواب. أستاذ حسن يقول ما حدث، يعني العمل البرلماني ما انعكس على المواطنين. يعني فهمت خلاصة كلامك هذا الموضوع. طبعا أرد عليك بما قالته أم كلثوم. ايش قالت أم كلثوم؟ قالت العيب فيكم وفي حبايبكم، أما الحب يا عيني عليه. فأنت يعني فالعمل البرلماني عمل يجب أن يعني يسود. جوهر المداخلة. نعم، لكن أنا يعني في مداخلتين في مداخلتين اتكلموا عن اللائحة الداخلية حقيقة، بس أنا بقرأ لك نص أساس يقطع كل جدل دار حول اللائحة الداخلية. المادة 94 من الدستور، أستاذ ماذا تقول؟ المادة 94 من الدستور تقول فقرة باء: لكل من المجلسين
أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية. يعني هل هذا النص في غموض مو واضح؟ يعني هذا النص موجود في الدستور. لذلك أنا أستغرب لما يناقش القانون لتعديل اللائحة ويذهب للشورى. طيب من وين يات الفتوى بأن الأحكام التكميلية تعرض على الشورى؟ يعني هل أنا فهمي قاصر للنص؟ هذا النص يقول من صلاحيات المجلسين لكل واحد أن يضيف أحكام تكميلية تنظم عمله. أليست اللائحة الداخلية تنظم عمل المجلسين؟ بس هو تعديل على القانون، تعديل على اللائحة. يا كلام. أنا أتكلم عن الأحكام أنا أستاذ النص واضح. أنا أتكلم عن الأحكام التكميلية. لا أتكلم عن دقيق لا أتكلم عن إيجاد نص في اللائحة الداخلية جديد أو أريد أن أضيف حكم جديد. أنا أتكلم عن الأحكام التكميلية. فأنا لو أخذت هذه المقترحات حول اللائحة الداخلية وحصرتها في الأحكام التكميلية كان استطعت أن أقلل كثير من اللغط بأن مجلس الشورى ما استجاب لي إلى آخره. عموما هذه حتى بس أبين، وهذه ترى الأحكام التكميلية فيها وجهة نظر قانونية معمقة، بس احنا ما نريد ناخذ وقت السادة الحضور. انزين، فيما يتعلق ب بوعيسة، هل البحرين بحاجة إلى غرفتين؟ وإحنا بحاجة إلى غرفتين. أنا يعني مع وجود مجلس الشورى. أنا ما طالع اليوم هني ولا أطالع. شوف الله يسلمك، يعني تبي الكلام الموزون البرلماني ولا تبي العواطف؟ نظام المجلس الواحد مشاكله أكثر من نظام المجلسين، وهذه ممكن نجلس أنا وأنتو نتكلم فيهم على الخاص عن مشاكل المجلس الواحد واللي حدث في الكويت المجلس الواحد وعن المجلسين. وابتكر نظام المجلسين هل هو بدعة بحرينية؟ لا، هو موجود في النظام البرلماني في العالم، ووجد بكلمة تكررت في معظم الكتب القانونية يعرفها أستاذ أحمد وأستاذ حسن، وهي لكبح جماح المعارضة المنفلتة في المجالس النيابية. هذا التعبير لو قرأت كل الكتب الدستورية راح تتحدث عن هذا الأمر، بأن ليش؟ لأن ما حدث في الكويت يعني بس حدث في الكويت، حدث في الكثير من المجالس وفي سوابق كثيرة في العالم. جماح المجلس التشريعي الواحد رغم في لبنان وغيرها، رغم أن احنا عندنا مجلس 73 كم وزير أستاذ حسن؟ 14 وزير. في مجلس 73 14 وزير موجودين أعضاء. إيه. أبو محمد أحمد عبد الملك، رأيك مقدر، بس دائما نظام المجالس هي مجلسين وليست 3 مجالس. الأخ من الجالية الفلسطينية، لك كل الحب والتقدير وأيضا التعاطف مع هذه القضية الحساسة جدا، الله ينصركم. طبعا اللي هو نظام مكافأة نهاية الخدمة اللي أضيفت حاليا، والموظفين ومن يشتغلون أضيفت للأجانب تروح لصندوق التأمينات مباشرة. إيه، وصار في خلل بين دفعنا مارس وينا في أبريل، وصار في خلل في النظام، والآن ردوا احتسبوا المدتين حق كل أرباب العمل في مملكة البحرين، وهذه فعلا راح يوسع من القدرة. ليش؟ لأن احنا الحين في مرحلة التحصيل، ماذا عاد في مرحلة الاستحقاق، وهو عند خروج العامل بيطلب مكافأة نهاية الخدمة.
حسب ما هو معمول عليه في القانون، نص الراتب أول 3 سنوات، بعدين الراتب كامل بعد ال3 سنوات، يعني حسب ما هو معمول عليه. راح يخفف على أرباب العمل، أنا معك، بدل ما أعطي مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء الموظف قد تكون كبيرة، بس احنا طبعا اللي عندنا أرباب العمل كنا نجزئ المكافأة على مدار السنوات. الآن راح يخف علينا لأننا ندفع القسط الشهري. وفيما تفضلت بأتفق معاك. طبعا كل الأخوة اللي تكلموا، أخوي أحمد وأخوي حول مجلس النواب أضاف الكثير من التشريعات في صالح المواطنين، ولكن ليست في مستوى طموح المواطن البحريني. يعني بمعنى تحدث أستاذ أحمد عن موضوع التأمينات الاجتماعية، وتحدث عن مكافأة الإسكان، الله يرحمه سعادة النائب أحمد حاجي صاحب المقترح. أيضا النواب ساهم بس هذا كان موجود، اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة رفعوا مكافآتهم. أيضا العلاوة الاجتماعية، هذه حتى علاوة اللحم، هذه ليس في مستوى طموح. أيضا جلالة الملك حفظه الله بادر أيضا بإطلاق 150 دينار حق المتقاعدين أبو أحمد، يعني 150 أيضا كانت، لكن احنا نطمح بالمزيد. الرواتب تعدلت في التأمينات الاجتماعية، كانت ترى وصلت كانت 200 دينار، الآن ارتفعت إلى 320 دينار، ليست في طموح المواطن البحريني. نطلب المزيد، ونطلب أن تعود 3% مثل ما تفضل أبو أحمد. هنالك الكثير من اللحم 3 دينار. احنا حقيقة نسعى إلى مع السادة النواب، مع الحكومة الموقرة، يعني في الأخير احنا لا نطالب بتحقيق ذاك الرفاه الموجود، لكن على أرض الواقع الأسر محتاجة، والمعاناة موجودة بين المواطنين، وقلة الحاجة موجودة، ما ننكر هذا الشيء. عايشين بخير نعم، باستمرار الخير في مملكة البحرين نعم، هذا لا ينكر، لكن نطالب بالمزيد. عموما لا أثقل عليكم، شكرا على حضوركم السيدات والسادة، وشكرا لأبو أحمد على هذه الاستضافة في مجلسك العامر ومجلس الدوي بشكل عام، ذات صيت ومكانة كبيرة جدا في الخليج حقيقة. يعني الناس حتى في الكويت زملائنا يسألوننا عن مجلس الدوي ويتابعونه ويبون كل فعالياته عبر الواتساب لمتابعتها، لأن مثل ما يهمنا الشأن الكويتي الشأن البحريني يهم كل الخليج. وما يحدث يعني هذه ليست مجاملة، وليست لأن أنا في هذا المجلس، ولكن ما يحدث في البحرين يدور في هذا المجلس. هذا المطلوب، لأن مثل ما تفضل سعادة النائب نحن فيها وقاعدين نسمع لآرائكم، نسمع لمقترحاتكم. كل ما يحدث في مملكة البحرين هذا المجلس الموقر تدور في هذه الأحداث وتصل للمسؤولين، وأنا واثق أن الحكومة تتابع ما يجري في هذا المجلس ومقترحاتكم، وهذه فعلا تنفيذ شرعي وقانوني للمواطنين بشكل عام في مملكة البحرين. يعطيكم العافية وشكرا لكم. شكرا أستاذ فريد على ما قدمته، وشكرا للحضور لمداخلاتكم، وأثريتم هذه الليلة وجعلتوها ليلة ثقافية من الدرجة الأولى.